الحسد بيبوظ الدايت. ايوه زي ما سمعت كده، بس مش الحسد اللي جه في دماغك، ده نوع تاني خالص. نوع بيجي من الكلام مش من العين. النوع اللي بيدخل دماغك من غير ما تحس ويفضل يعيد ويزيد لحد ما ينهي صبرك ويفقد تركيزك. تعال اقول لك ايه اللي بيحصل لما بتتحسد. اول ما تقرر تعمل دايت وتقول لنفسك انا هتغير وشكل جسمي هيبقى احسن، وتبدا تتخيل نفسك انك نزلت جيم ووزنك اتعدل وشكل جسمك بقى احسن، فبتتحمس وبتقوم رايح لطوب الارض وتقول انا بقيت عامل دايت. هنا تحديدا حياتك بتبدا تبوظ، لانك بتعرض نفسك لموجة كلام انت اساسا مش مستعد ليها. ليه؟ لان اول لما الناس تعرف هتلاقي التريقه اتجمعت عليك من كل مكان. هتلاقي اللي يقول لك ايه يا عم وانت مصدق نفسك ان انت هتخس، او صاحبتك تقول لك اشربي بيبسي عاديه مش هتفرق، او تقول لك كلي بس اللقمه دي هي دي اللي هتخنك، كل حته الشوكولاته دي مش هتعمل حاجه. ومن هنا بقى تبدا لعنه الحسد، او مش الحسد بقى، ده اللي العلم بيسميه سوشيال بريشر، ضغط اجتماعي يخليك تكره حياتك وتكسر الدايت من غير ما تحس. والمشكله ان ده بيسبب حاجه اسمها ايجو ديبليشن، او بالعربي استنزاف للاراده، لان كل كلمه من كلامهم بتقلل من عزيمتك وتسحب طاقتك وبتخليك بدل ما تقول لا تبدا تفكر في الموضوع. والمشكله انك بتوقف لانك وهمت نفسك ان الموضوع خلاص ملوش لازمه. ولازم تبقى فاهم ان اللي وقعك مش الجوع، ده كلمه صاحبتك او صاحبك اللي قالك يا عم ده يوم ومش هيحصل حاجه. اليوم ده هو اللي بيضيع اللي انت عملته في اسبوع، لانه بيكسر سلسله الالتزام وبيخليك تحس انك فشلت خلاص. الفكره ان الناس عندها قدره غريبه ان هي تحسد عزيمتك مش جسمك، لان هم مش زعلانين انك بتخس، هم زعلانين انك بتحاول وبتحارب وانك ممكن توصل لحاجه هم ما قدروش يعملوها. وعشان كده تلاقي نفسك في اول اسبوع بتنزل وشكلك جامد، تاني اسبوع لسه ماسك نفسك، تالت اسبوع هتلاقي واحد يقول لك يا عم وانت لسه مكمل، ما كفايه بقى. والجمله دي بالذات بتوقع ناس اكتر من الاكل ذات نفسه. طب والحل ايه؟ بكل بساطه ما تعلنش، اشتغل في السر وخس في السر، ولما وزنك ينزل ساعتها بس تقول. هم اصلا هياخدوا بالهم من غير ما تقول، بس اوعى تقول لهم ان انت عامل دايت، قول لهم انها تعبان شويه. ولما توصل قول انا عامل دايت وفي نتيجه، ساعتها مش هتحتاج تبرر ولا تسمع كلمه ولا حد يكسرك، لانك هتكون وصلت لهدفك. انت كده بتحافظ على طاقتك وبتحمي ارادتك، ومفيش حد بيقلل منك ومفيش كلمه بتوقعك. الخلاصه الحسد اللي بيبوظ الدايت ده حسد لسان مش عين. انت عايز تخس اشتغل واسكت. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناه، وتفعل جرس التنبيه عشان يوصلك كل جديد، واوعى تستلف راحتك على حساب صحتك، لان صحتك اغلى ما تملك. سلام.